سلام سلام حبوباتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. انا الحمد لله في نعمه. كما راكم تشوفوا اليوم الزينه جبت لكم وصفه موسكوتشو الاعراس اللي راهي دايره ضجه وتوندونس كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. جبتها لكم بطريقه سهله مبسطه بدون اي تعقيدات. اي مبتدئه تقدر تجرب الوصفه تاعنا اليوم وتنجح فيها ان شاء الله ومن المره الاولى. هذه الوصفه البنات الوصفه اللي راني معتمدتها في الطلبيات ديالي، تجي خفيفه اسفنجيه اونديغي مشربة من الداخل، تجي مشمخة ما تجيش ناشفة وتجي طالعة كما راكم تشوفوا فيها حميمرة من برا وطرية من الداخل. روعة روعة. نتمنى منكم تجربوا وصفتنا لها اليوم، تقدروا تعتمدوها كمشروع، كما تقدروا ديروها لأولادكم يدوها للقوتي ولا تشربوا بها قهوة العصر ولا قهوة الصبيحة، ما عندي ما نقول عليها. نتمنى منكم تجربوا وصفتنا لها اليوم حبيباتي، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك باش نزيد نتشجع ونقدم لكم جديد من الوصفات. وكما تعودتوا على ام راسيم دائما نروح نصلوا على حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. هنايا البنات عندنا 4 حبيبات ولاد الدجاج اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، هذا اول سر للموسكوتشو. نزيد نضيفوا عليهم كاس معمر تاع السكر حبيبات، ونديروا مبشور الليمون. هنا مبشور الليمون اختياري، تقدروا ديروا كما تقدروا تكتفيوا غير بلا فاني. انا صراحه نحب نديرو ونحس راح يعطي طعم مغاير للمسكوتشو ديالي. نجيب الباتور ديالي ونضرب هذه المكونات كامل مع بعضهم حتى يمتزجوا وتحسوا هذاك السكر ذاب والخليط تاعكم يولي نوعا ما ابيض. تشوفوا معايا نخلطوا بالباتور حتى تحصلوا على هذا النتيجه، تحسوا انه البيض تاعكم اطلع ولا اللون ديالو هكذا كما راكم تشوفوا اللون الابيض. في هذه المرحله حبيباتي واش رايحين نديرو؟ رانا رايحين نضيفوا الزيت. هنايا الزيت عندنا نص كاس تاع الزيت. نبداو نضيفوا الزيت تاعنا تدريجيا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هذا السر الثاني باش المسكوتشو تاعكم يجيكم خفيف ومفشفش. الزيت ما تضيفوهاش مره واحده، لازم تضيفوها على شكل خيط كما راني ندير انايا. هنايا هكا ضيفوها تدريجيا على شكل خيط غير بشويه حتى تدخل هذيك الزيت كامل في الخليط تاع البيض والسكر بهذه الطريقه، ونقعدوا نخلطوا مليح مليح حتى تمتزج هذيك الزيت ونكملوا كميه الزيت ديالنا. في هذه المرحله رانا رايحين نتوقفوا ونجيبوا الحليب. هنايا الحليب عندنا كاس غير ربع كما راكم تشوفوا. نضيفوا الحليب ديالنا بهذه الطريقه، نضيفوه دفعه واحده ونخلطوه. هنا كي تضيفوا الحليب البنات حاولوا انكم ما تخلطوش بزاف، هكذا حوالي دقيقه راهي رايحه تكون كافيه. مجرد ما يدخل هذاك الحليب في بقيه المكونات خلاص راهي رايحه تكون الوصفه تاعنا كامله. هنايا السر الثالث باش المسكوتشو تاعكم تجيكم خفيفه اللي هو مغرفه كبيره تاع الخل، خل ابيض ولا خل احمر، ليسونسيال خل البنات. ونجو نضيفوا الفارينه لازم تكون مغربله. نضيفوا الكاس الاول، من بعد نزيدوا 2 أكياس خميره كيميائيه. في كل 2 حبيبات بيض نضيفوا كيس واحد من الخميره الكيميائيه. نخلطوا هذوم المكونات كامل مع بعضهم. ونأكد عليكم البنات المبتدئات دائما نهضر معاكم نقول لكم بلي الفارينه تاعكم لازم تكون مغربله. والسر الثاني باش المسكوتشو تاعكم تجيكم خفيفه وكما شفتوها اسفنجيه، الفارينه كي تضيفوها وقعدوا تخلطوا بالباتور، ما تخلطوش بالفوي، خلطوا بالباتور باش ندخلوا الهواء لهذيك الفارينه وتجينا مهويه وتجينا اسفنجيه كي البونجا. نخلطوا هذوم المكونات كما راكم تشوفوا هكذا. انا كنت ضفت الكاس الاول تاع الفارينه، من بعد زيد ضفت الكاس الثاني، من الكاس الثاني عفوا البنات ضفت الكاس الاول، من بعد زيد ضفت نصف الكاس الثاني، من بعد كملت النصف الاخر. معناته هنايا اخذت لي 2 كيسان تاع الفارينه. وانتم البنات الفارينه تاعكم راكم رايحين تضيفوها على حسب النوعيه تاعها. اذا كانت نوعيه الفارينه تشرب راهي رايحه تضيفوا كاس ونص، واذا كانت نوعيه الفارينه تاعكم ما تشربش راكم رايحين تكتفيو ب2 كيسان كيما انايا. المهم البنات ما ديباسي لكمش 2 كيسان. انا هنا المول تاعي جبته كنت دهنته بطبيعه الحال بالزيت، زيت رشيته هكا بالفارينه ونفض كامل هذيك الفارينه الزايده. ونجي نحط الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا هنا. الخليط ما يكونش ثقيل وكيما ما يكونش خفيف. اذا كان ثقيل المسكوتشو تاعكم راهي رايحه تجيكم بزاف خشينه وتجيكم كيما نقولوا ثقيله. واذا كان الخليط تاعكم خفيف المسكوتشو ديالكم راهي رايحه
تجيكم خفيفة. بمجرد ما تنحيوها من النار من داخل الفرن عفوا راهي ريحة تحبط معاكم. انا هنا بلا ما نساو البنات كنت سخنت الفور على 180 درجه مئويه لمده ربع ساعه. من بعد دخلت المسكوتشو ديالي، نقصت لها، رجعت الفور تاعي على 150 درجه مئويه، خليتها طابت، خذت لي حوالي 20 دقيقه. بعد ما شفتها احمرت لي من تحت شعلت لها من الفوق، خذت لي هاد التحميره الشابه وطفيت عليها. أنا بعد ما خرجتها من الفرن مباشرة كنت هييت سنيوة اللي كنت درت فيها ماء بارد، حطيت فيها المسكوتشو ديالي حوالي دقيقة 2 دقائق، من بعد نحيتها. هذه أستوس البنات كيما تحبش تنحلكم المسكوتشو ديالكم من المول. شوفوا هنا كيفاش راهي حميمرة وبزاف شابة. خليتها بردت، من بعد ما بردت المسكوتشو تاعي جبت كيما راكم تشوفوا هكا سكر كلاص، درت النصف تاعها بسكر كلاص. وانتوما تقعد هذه الطريقة اختيارية كيما تقدروا تستغناو عليها. انا هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا درت بهذا القطاعه، شغل ما خرجت ليش نص نص. نتوما تقدروا ديروا لا بلانش اللي تقطعوا فوقها الخضره ولا راهي راح تخرج لكم فينيا خير وخير. انا صراحه ما كانتش عندي لذلك ما استعملتهاش. زيد جبت هنا شوكولا اتارتيني، بديت ندير خطوط كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. بديت ندير خطوط تاع الشوكولا بهذه الطريقه، خطوط عشوائيه باش تجيني شابه المسكوتشو ديالي، وراهي راح تعطيها لمسه عصريه. تقدروا ديروها كامل بسكر غلاس، كيما تقدروا ديروها بالمعجون، ديروا لها كاوكاو ايفيلي. التزيين يقعد اختياري، هذه مجرد افكار فقط. انا هنايا كي درت لها هذيك الشوكولا زيت رشيت عليها كشويه كاوكاو ايفيلي من الفوق، وراهي رايحه تكون المسكوتشو تاعي جاهزه. هذه هي المسكوتشو تاعنا في الشكل النهائي تاعها، بزاف بنينه خفيفه طريه، والبنه ما عندي ما نقول عليها. نتمنى منكم تجربوا الوصفه تاعنا اليوم، ودائما نقول لكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات. واذا حبيتوا نقدم لكم المزيد والمزيد من الفيديوهات خلوا لي في التعليقات. سلام.